السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل فرخة مشوية. الفرخة المشوية بيحتاج عندي فرخة، والمكونات أو المكونات اللي أنا هتبل بيها الفرخة. أول حاجة عندي جبت الفرخة بالشكل ده، إذا كانت سليمة أو مقطوعة، وحطيتها في المحلول ده اللي هو بيتكون من 3 معالق دقيق ومعلقتين ملح ومعلقة سكر ومعلقة ملح ليمون أو عصير 2 ليمونة. غسلت الفرخة ونقعتها فيه، طبعا ده ليه؟ علشان أشيل أي ريحة زفارة في الفرخة. بعد كده تركتها ساعة. هقوم دلوقتي أغسلها بعد مرور ساعة، وبعد كده هشوف التتبيلة بتاع الشاي بتكون من إيه. غسلت الفرخة ونضفتها بعد مرور ساعة. بعد كده هشوف مكونات التتبيلة بتاعة الشاي ايه هي. عندي هنا في الطبق هنا عندي 2 طماطم، وعندي 2 فلفل احمر، لو ما كانش فيه احمر ده اي فلفل احمر، وعندي ليمون، وعندي 2 فص ثوم، فلفل احمر او فلفل الوان، المهم يكون احمر، وعندي الطماطم وعندي البصلة وعندي الليمون و2 فص ثوم. عندي البهارات في الطبق ده، عندي ملح وفلفل وجنزبيل وكزبرة وبابريكا وروزماري ولوري وحبهان، 2 معلقة زيت و2 معلقة خل. هاخد المكونات دي كلها واضربها في الخلاط، وبعد كده هنتبل بيها الفرخة. هنشوف ازاي. ضربت المكونات كلها في الكبة بالشكل ده وبفرغها، وطبعا بظبط الملح، اشوف الملح يكون مظبوط، واحط البهارات واحط الخل والزيت وامزجهم كلهم مع بعض بالشكل ده. جبت الصينية اللي انا هشوي فيها الفراخ، واخد من التتبيلة واتبل كل جزء فيها، كل جزء بالشكل ده. هحط مع الفرخة بطاطس مكعبات، قطعة مغسولة ونظيفة، شوية فلفل، واحط عليهم نفس التتبيلة واظبط الصينية. حطيت الخضار وحطيت التتبيلة عليه، وده شكل الصينية. هحطها في الفرن، طبعا بتتغطى بطبق محكم علشان ان هي تتسوى بالبخار في الفرن. انا ما حطيتش ميه، لان الميه بتاعت التتبيله او السائل بتاع التتبيله فيه هي اللي هتسويها. وبعد ما تستوي يعني تقعد ساعه كده ولا حاجه، اشيل الغطا واحطها في الشوايه تحمر. لكن ممكن لو حد عايز يحط قليل من الماء، ربع كوبايه ميه صغيره، طبعا عادي عشان يتاكد ان الحاجه استوت. لكن هي فيها السوائل بتاعتها هي واضحه، السائل اهوت بتاعت التتبيله هيسويها ان شاء الله. هحطها في الفرن، وبعد كده هنشوفها بعد ما تخرج. ودي شكل صينية الفراخ المشوية ما طلعت من الفرن. طبعا الريحة مخلية البيت ريحة جميلة جدا ونظافة. طبعا المفروض كل حاجة نعملها في البيت، ما نشتريش حاجة من بره علشان النظافة. ما اعرفش الحاجة اللي بره عاملينها ازاي. والمفروض ان احنا نعمل حاجات دايما مميزة كده ان شاء الله كل اسبوع مرة، علشان الاولاد تبقى عينيهم مليانة وياكلوا الحاجة نظيفة، نحافظ على صحتهم، ما يبصوش على الحاجة اللي بره وحد يكلمهم على الاكل او انواع الاكل ما بقوش عارفينها. بس وديت صينية الفراخ، وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله.